السلام عليكم. زي ما اتفقنا يا جماعه كل يوم فيديو، وعنوان الفيديو نصيحه اخويه. وانا فكرت يا جماعه الفيديوهات اللي جايه ديت نتكلم عن الاخره شويه. قلوبنا متعلقه بالدنيا، محتاجين نسمع عن الاخره عشان قلوبنا تتعلق بيها زي ما احنا متعلقين بالدنيا. اسمع بقى الحديث دوت وركز فيه. والاول صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم قال رسول الله: يؤتى بالموت يوم القيامه كهيئه كبش املح، فينادي مناد: يا أهل الجنة يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ قال: نعم، إنه الموت. فينادي مناد: يا أهل النار يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ قال: نعم، إنه الموت. فيسبح بين الجنة والنار، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وسيدنا محمد يكمل الحديث بآية: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يوم القيامة الموت هيجي على هيئة خروف، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيبصوا ويشوفوا: انتوا عارفين ده ايه؟ ايوه ده الموت. ويا أهل النار، انتوا عارفين ده ايه؟ ايوه ده الموت. فيسبح بين الجنة وبين النار، فيقول لهم بقى ايه؟ يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وأنذرهم يوم الحسرة. من أسماء يوم القيامة الحسرة. ليه؟ عشان كله هيتحسر، الكل هيتحسر، يقول: يا ريتنا كنا قطعنا ربنا، يا ريتنا كنا بعدنا عن الشهوة ديت، يا ريت كنا بعدنا عن الحرام وقربنا من ربنا. احنا بنسمع الكلام ده دلوقتي علشان نشد حيلنا مع ربنا، عشان ما يجيش يوم القيامة ونتحسر ونقول يا ريتنا كنا قطعنا ربنا سبحانه وتعالى. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر هم في غفلة. اوعى تكون من الغافلين. الغافل ده مشكلته أكتر من العاصي، لأن الغافل فاكر إن هو ماشي كويس ومفيش حاجة بيعملها غلط، بس العاصي ممكن يجي عليه يوم ويتوب. واوعى تكون من الغافلين. طيب واسمع الحديث ده كمان: أهل الجنة لما يدخلوا الجنة ربنا هينادي عليهم: يا أهل الجنة تريدون شيئا أزدكم؟ فيقولون: يا رب ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من نظر إلى ربهم. مفيش حاجة أحلى وأفضل في الجنة غير من رؤية ربنا سبحانه وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وزيادة اللي هي رؤية ربنا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يا رب جعلنا من أهل الجنة. احنا هنشوف ربنا يا جماعة يوم القيامة، هنشوف ربنا في الجنة. انتوا عارفين يا جماعة الجمال؟ هنشوف اللي خلق الجمال، ربنا اللي خلق الكون ده كله هنشوفه. ادعي في كل صلاة وقول له: يا رب لا تحرمني رؤيتك، اللهم لا تحرمني رؤيتك، يا رب خلينا اشوفك في الجنة. دي اجمل نعمة ربنا يعطيها لك. ربنا يرزقنا الجنة ويرزقنا رؤيته في الجنة. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.